بخصوص قضية الشهيد ياسين شبلي، ومنذ إحالتها على القضاء تقدمنا كدفاع بطلبات رامية إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي. لماذا؟ لأننا نعتبر على أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين تشكل جنايات وليست جناح. استجابت المحكمة الابتدائية ببن قرير والمحكمة الابتدائية بمراكش لطلباتنا، وقضتا بعدم الاختصاص مع إحالة القضية على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش. غير أنه بعد ذلك تقدمت النيابة العامة والمتهمين بالطعن بالاستئناف في هذين الحكمين، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائهما. تقدمنا بدورنا بطلبات النقض، غير أن محكمة النقض قضت برفض الطلبات المقدمة من طرفنا. تبعا لذلك تمت إحالة القضية من جديد على المحكمة الابتدائية بمراكش، والتي قضت على المتهم الأول ب5 سنوات سجنا نافذا تم تأييده في المرحلة الاستئنافية. بخصوص المتهمين الثلاثة الآخرين قضت المحكمة الابتدائية ببن قرير يوم 23 أبريل بمؤاخذة 2 منهما، والحكم على الأول ب3 سنوات ونصف سجنا نافذا وعلى الثاني ب2.5 سنين سجنا نافذا، بينما قضت ببراءة المتهم الثالث. هذا الحكم هو الذي اعتبرناه كدفاع لذوي حقوق الضحية ولجميع المضربين بحقوق الإنسان، اعتبرناه حكما غير عادل وغير منصف وحكما مخففا جدا. العائلة تسجل ما سجلناه على الحكم بأنه حكم مخفف جدا ولم يراعي المقتضيات القانونية الواجب التطبيق كما يجب. إضافة إلى ذلك فأسرة الضحية لا زالت تطالب إلى الآن بعرض الأشرطة التي سجلت من طرف كاميرات المراقبة، كاميرات بمخافر الضابط القضائي والكاميرات الصدرية، لأن العائلة تعتقد على أن تسجيلات الكاميرا هي التي ستبين الحقيقة كاملة. أنا الأم ديالي ياسين الشبلي، القضية باقا عامين ودابا 8 شهور ما كاينه حتى شي حاجة. حنا باقا كنمشي ونجي، باقا وقفات، باقا هذا الحقيقة راه ما كاين والو. ولدي أنا تقتل في مغفر الشرطة، واللي ظلموه هو حي هو ميت، والحق ديالو ما كانش. دابا دوك اللي قتلوه شي باقي خدام، ودوك كاع اللي تقبضوا واحد غيخرج دابا، وواحد بقى ليه عام، والاخر بقات لي شي 3 سنين وشي حاجه. وراه العداله ما كايناش. حنا في دوله الحق والقانون، علاش هادو اللي داروا لولدي هكا وقتلوه وعذبوه شد العذاب؟ عرفتي داكشي اللي شلنا في السيديات راه ما يتوصفش. وراونا دابا الخميس وراونا ولدي هو كيتعلق كيفاش تقتل وشحال من واحد، وفي الاخر الاربعه الاخرى صدمونا بهذا الحكم ظالم. لا